تقريبا وانا بجهز نفسي لان الكورس يكون في الصيف علشان مش قادرة على جو الشتاء، ناس يقولوا لي ان الصيف هيكون اصعب بمراحل. ف زيكم بحس احيانا ان مجرد الكلام عن الصيف في الجو اللي احنا فيه ده صعب قوي، فمضطرين نستحمل بعض شوية. هاتوا حاجة تشربوها تعيننا على الجو الرهيب ده، انا بشرب مية مش قادرة. يلا بينا. انا عاملة الفيديو ده عشان اتكلم فيه عن تفاصيل الكورس. حسيت الموضوع محتاج يكون واضح في فيديو بنتكلم فيه عن التفاصيل بالظبط، كل حاجة تبقى واضحة ونكون عارفين هنبدأ من فين ونخلص فين. انا عامة بحب اكون ماشية في خطوات منظمة، خصوصا الحاجة اللي فيها مسؤولية. يعني فكرة اني تحملت مسؤولية اني هدي كورس، تحملت مسؤولية ان دي فلوس الناس دفعتها، فبالتالي لازم يكون كل حاجة واضحة بشكل كافي، كل حاجة المفروض انهم هيتعلموها يكونوا عارفينها، وتكون كل حاجة ماشية بسلاسة بس بوضوح. ولأن الموضوع مش مستاهل لخبطة، فبحس ان الفويسات او الشرح كتابة بيكون مش تمام قوي، او بحس اني عايزة اقول تفاصيل اكتر صعب تكون في فويس. فحبيت اني اعمل الفيديو ده علشان تكون الدنيا واضحة كفاية. لما قررت اني اعمل الكورس ده كنت قدام كذا اختيار. الاختيار الاولاني انه يكون كورس مستوى اول، كورس من الصفر ونعمل شال كوفية ايس كاب، حاجات في الاطار ده زي ما معظم الكورسات بتكون ماشية، ان هو مستوى اول بتتعلمي فيه قطع مبدئية، وبعد كده لو حبيتي تكملي بتاخدي المستوى التاني والتالت وهكذا. واللي لاحظته ان معظم الناس مش بتكمل، واعتقد في وجهة نظر واضحة في ده، اني لما بحط نفسي مكانهم، لو بدأت كورس ما في اي حاجة وبعد كده طلعت لقيت نفسي مش قادرة انفذ الحاجات اللي انا اخدت الكورس عشانها، حتى لو ده مستوى اول. بس انا مثلا بدأت اتعلم تركو عشان شفت شكل قطع معينة، عجبني ستايل معين، عجبني حاجات معينة، وفجأة لقيت نفسي بخلص الكورس اللي انا عارفة من الاول ان انا مش هطلع منه بالقطع دي، بس النفس الانسانية معقدة اكتر من كده شوية. فلما بتلاقي نفسك طالعة في الاخر بعد ما دفعتي فلوس بتعملي كوفية او ايس كاب، بتحسي انه الطريق بعيد، او ان ايه ده احنا قدامنا كتير قوي، فنسبة كبيرة من الناس مش بتكمل. فانا ما حبيتش اعمل ده، ما حبيتش اعمل كورس يحطك في البداية قوي، يعني برضو ما زالت دي مرحلة ما تعرفيش تكملي فيها لوحدك. كان كل تفكيري ان اعمل كورس اللي ياخده يبقى قادر يكمل لوحده. كانت دي النقطة الأساسية بالنسبة لي، ايه المحتوى او ايه الحاجات اللي المفروض تكون في الكورس ده عشان يكون حرفيا شامل، انك بتخلصيه انت مش محتاجاني ولا محتاجة حد في انك تكملي لوحدك. في حاجات اصعب منه، في قطع هتقابلك اصعب، بس انت عندك البيزك اللي يخليك تكمليها لوحدك. فما كنتش حابة فكرة انه يكون مستوى الاول، او كنت عايزاه حاجة هي الطريق اللي هتمشي عليه. انت محتاجة ايه؟ انت محتاجة حد يقولك 1 2 3 4، اخدتي كل اللي انت محتاجة حد يقولهولك، الباقي انت هتقدري تكمليه بنفسك. فدي كانت اهم حاجة بالنسبة لي. فلما فكرت اني اعمل كورس كانت الحاجة الاقرب لقلبي ولعقلي فكرة ان انا هعمله كورس شامل. وكنت كل ما اسأل حد يقول لي فكرة غبية تماما. ليه؟ علشان كمشروع ده مش منطقي، انت كده بتخسري نفسك. فكرة انت تخليه على مستويات العائد بتاعه اكتر، عدد الناس اكتر، اريح لي كتقسيمة وقت. وكل ما اتكلم مع حد انا ببقى شايفة اللي قدامي كلامه صح، يعني هو بحسابات المنطق هو كلامه صح جدا، بس انا مش مرتاحة.
انا مش حاسه ان ده الكورس اللي انا عايزه اديه. ما بحبش اعمل حاجه انا من الاول كنت لما بشوفها بعلق عليها، انه ايه ده، هو انا لو خدت كورس فلاني هطلع بعمل كذا. فدي حاجات انا نفسي كنت بعلق عليها، فمش لما تبقى في مصلحتي هبقى مرتاحه قوي وانا بعملها. مش مع اني عارفه ان ممكن الناس يكون ده اريح لهم، بس انا بعمل كورس علشان حد يطلع بيعمل بلوفرات. هل ان حد يطلع يعمل بلوفرات محتاج ان انا اقسمها له على 3 مستويات؟ في رايي لا. لو الموضوع منظم بشكل كفايه وخدت ايدي اللي بيشتغل واحده واحده لحد ما وصل، مش هبقى محتاج منه ده كله. فبحس فكره ان انا اقول لا انا هعملها مستويات. فالمستوى الاولاني هو الكوفيه وكاب وشال، والمستوى التاني بلوفر رجلان او 2، والمستوى التالت حاجه ليس او حاجه فيها كيبل او حاجه فيها شابترز او لا. كنت حاسه ان انا مش عايزه ادي سين من الناس 3 مستويات، انا عايزه اديها كورس تطلع بتعمل منه بلوفرات. مش عايزه الزمها ان هي تاخد معايا 3 مستويات، مش عايزه الزم نفسي ان احنا نفضل نعيد كتير عشان اخليهم في 3 مستويات. ففي الاخر قلت يعني مفيش حد بينجح حاجه هو مش مقتنع بيها. انا لو عملت حاجه انا مش مقتنع بيها عشان هي صح مش هعرف، فاعمل اللي انا مقتنع بيه وان كان الغلط. ف هي بتبقى عامه اقتناعات او اراء. انا حاسه انه الافضل اني اخد الشخص فروم زيرو لحد الحاجه اللي هو عايزها. مش هنوقف في النص، مش هقعد اقول له لا انت كده خلصت المستوى الاول. هي باكج واحده، انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اعمل بلوفرات، فيلا نبدا. يبقى بدايتنا انك قررت انك عايز تتعلم، نهايتنا البلوفرات. مش عايزه بقى مراحل في النص، مش عايزه لا انا كفايه عليا الشادو الكوفيه، او لا انا واضح ان الموضوع مش نافع معايا، او احنا عارفين بدايتنا فين. بدايتنا انا ما بعرفش اشتغل تركو خالص. نهايتنا فين؟ نهايتنا انا طالعه بعمل القطعه دي. تمام. وانا مدرسه رخمه صبوره لاقصى درجه، بس هتكملي. يعني هتكملي. فكره انه اللي قدامي يتهاون، لا انا ممكن اجيبها من بيتها. يعني ممكن تلاقي بخبط عليكي كده امسكي الابره. فعشان كده حاسين ان ده الافضل، انه يكون كورس فعلا هتطلعوا منه مخلصين. بعد كده هيقف معاكي حاجات هتبقى سهل تعرفيها لوحدك من غير اي حد. تساليني هجاوب عليكي، هتفهمي ايه المطلوب تعمليه، هتقري الباترن هتعرفي تكملي. يعني هتبقي في مرحله انت خلاص انت مش محتاجه حد، انت محتاجه نفسك. هيبقى كل بيبر بتعمليه بعد كده في تحدي جديد انت قادره تفهميه لوحدك. في حاجه ما عملتيهاش قبل كده، مجرد انك تقريها هتفهميها، مجرد انك تسالي هقول لك كذا هتعرفي لانك فاهمه الاساس. فده كانت كده فكره بسيطه عن ليه اخترت ان الكورس يكون شامل. زي ما قلت لكم ده اقتناعي، ممكن تكونوا شايفينه غلط، بس بحس انه كده الافضل. ان انت محتاجه جرعه معلومات معينه هتاخديها، احسن ما تقعدي تقولي انا هاخد المستوى الاول وافصل شويه انا هاخد. فاهم؟ تعالوا نتكلم عن التفاصيل. فاخترت اني اعمل الكورس ده علشان تبدأيه وانت مبتدئة تماما، مش بتعرفي تمسكي الإبرة، مش عارفة الفرق بين أي خيط، ليه شخص قادر ينفذ بلوفرات زي دي. هنشرح ده بالراحة وبهدوء وبإعادة وببث مباشر وبفيديوهات متسجلة، بس هنوصل في الآخر لنتيجة. الكورس ده هيكون فيه تطبيق على كل حاجة. هنطبق على تحديد مقاسات الأطفال وتحديد مقاساتنا أو المقاسات النسائي،
في تطبيق على بلوفرات الأطفال، في تطبيق على البلوفرات الرجلين والدروب شولدر، تطبيق على قطع الليس والخيوط القطن، تطبيق على ازاي نحدد مقاساتنا علشان لو عايزين القطعة تطلع فيتنج مظبوط او لو عايزينها تطلع اوفر سايز، في تعليم قراءة الباترن السهل وتطبيق عليه والصعب وتطبيق عليه، ولو في باترن انا عايزه منه جزء معين ازاي اخلي الباترن ده طايع في ايدي اني اخد الجزء اللي انا عايزاه بس واظبط الباقي بنفسي. هنطبق اشكال مختلفه للريبنج، اشكال مختلفه للرقبه، في تطبيق على البلوفرات اللي فيها شابترز عشان دي بتفتح لنا مجال لقطع كتير مميزه وكلنا عارفينها ومشهوره، لو قدرنا نطبق واحد منهم هنقدر نطبق الباقي. ففي تطبيق على حاجات كتير، وفي مرونه انه لو حاجه معينه حابين تسالوا عليها ايا كانت ايه، الدنيا لذيذه احنا مع بعض. فهقول لكم تفاصيل كل مرحله، كل قطعه، وهنحتاج لها خيط ايه وايه بديل الخيط، بحيث اللي يقرر ان هو عايز ياخد الكورس يكون عارف تفاصيل كل حاجه ممكن يحتاجها. قبل ما اتكلم معاكم عن التفاصيل كامله، في كده كام حاجه لازم نتفق عليها ونتفق على النظام اللي هنمشي بيه. اول حاجه، احنا الدنيا بينا مرنه، شويه صحاب بيشتغلوا مع بعض، بس انا مدرسه رخمه، يعني كلنا هيقابلنا ظروف هنراعي ظروف بعض، بس مش هتتهاوني، لان مش بس دي فلوس انت دفعتيها، لكن قرار انت خدتيه في هوايه او في حاجه انت عايزاها اكتر من هوايه ايا كان، انت قررت انك هتعلمي الحاجه دي، فمش هديكي فرصه ترجعي عندها. هنراعي ظروف بعض والظروف اللي بتطرق فجاه وده كله تمام، بس مش هتكسلي. فهنزلنا على بعض، اللي هيكسل الباقي. وصلت؟ الفيديوهات نفسها او التوتوريال نفسه هينزل على تليجرام جزء بجزء، مش قطعة كاملة. انا عايزة الموضوع يكون بالراحة وهادي وواضح، فالفيديوهات هتنزل على تليجرام جزء بجزء. ازاي؟ هننزل جزء معين ونتأكد انه واضح وتنفذ، بس في قطع معينة او اجزاء معينة قبل ما ابعت لكم الجزء بتاعها على التليجرام هننفذها مع بعض على ايا كان المنصه اللي هنختارها، سواء زوم او ايا كان، هننفذها مع بعض. هفتح زوم وهطبق معاكم بحيث اللي عنده سؤال بشكل مباشر يساله، ما يبقاش فيديو مضطره توقفه وتروح تسال. في اجزاء معينه زي جيرمان شورت رولز دي هننفذ مع بعض، وبعد ما ننفذ مع بعض هتقدري تشوفي الفيديو لو حابة تعيدي تأكيد ايا كان، بس بدايتها هيكون ان احنا بننفذها مع بعض. فاحنا ما بين حاجتين، كده كده المحتوى كامل هيبقى بينزل فيديوهات على تليجرام على اجزاء منظمة، ومعانا اللايف او زوم هنشرح فيه اجزاء اللي بشوف ان هي محتاجة ان احنا نكون مع بعض بنتكلم، حاجة مش واضحة، جزء حاسة ان هيبقى فيه اسئلة كتير او اسئلة مباشرة، فيبقى عندنا فرصة ان احنا نعمل ده. تمام؟ وطبعا هيبقى فيه زوم عشان نتابع وصلنا لايه، النتيجة اللي وصلنا لها، حاسين بايه، نرغي في اي حاجة ليها علاقة بالتركو. فهيكون في كل فترة زوم، سواء للاجزاء اللي حاسة ان هي محتاجة ده، او الاجزاء اللي تقف معاكم فتقولوا لي ان انتوا محتاجين يكون شرحها مباشر او متابعه. وبالتالي الاجزاء التانية بتنزل على التليجرام بنطبقها، بعد كده بنتقابل على زوم نشوف نتيجة التطبيق ده ايه، الناس حاسة بايه، الدنيا فيها ايه، وهكذا. الجروب نفسه هيكون واتساب، لان طبعا تليجرام ابلكيشن غير مهيأ للشات او الدردشة او الرغي، فالمحتوى هينزل على تليجرام
لكن الجروب بتاعنا اللي بنتكلم فيه هيكون على واتساب، لان واتساب اسهل في التعامل، هيدينا فرصه نجاوب بعض ونسال بعض، تساعدوا بعض، هيكون مهيأ اكتر لانه جروب تشاركوه الناس بتساعد بعض افضل من تليجرام. طبعا تقدروا تسالوا في اي وقت على واتساب، مفيش وقت معين، تقدروا تجاوبوا بعض، تساعدوا بعض. اي وقت تسالوني انا اول ما ارجع من الشغل ان شاء الله هرد عليكم، تساعدوا بعض. يعني عادي، جروب صحاب، مفيش اي حاجه، مش هنحدد مواعيد او الجو ده، الدنيا ابسط من كده. يعني انا عامله جروبين. الجروب الاولاني هو اللي هيبدا تماما من الصفر، والجروب التاني هيبدا من المرحله الرابعه. هشرح لكم كل مرحله هتبقى عباره عن ايه، والجروبين هيبداوا عادي في نفس الميعاد باذن الله الاسبوع الجاي، وهقول اللي هيشترك اليوم بالتحديد، عشان انا كنت عايزه ابدا يوم الجمعه، لكن اللي حصل اني مستنيه ستاند معين ما كانش متوفر، ولما جه مش هيوصلني يوم الجمعه، فهنبدا اول ما يجي باذن الله. فالجروب اللي هيبدا من المرحله الرابعه هيبقى جروب لوحده، مش هنستنى ان الجروب الاولاني يوصل للمرحله دي، لا، هيبقى في جروب هيبدا من المرحله الاولى وفي جروب هيبدا من المرحله الرابعه. بالنسبه للجروب اللي هيبدا من المرحله الاولى، فهتكون المرحله الاولى والثانيه والثالثه هي كوفيه وشال وايس كاب. مراحل من الرابعه للثامنه، سواء اللي هيبداوا من الرابعه او اللي كانوا بادئين من الاولى. اول قطعه في المرحله الرابعه هتكون بلوفر اطفال الرجلان، ودي تطبيق على الرجلان والجيرمان شورت روز وتحديد مقاسات الاطفال. المرحله الخامسه هيكون بلوفر دروب شولدر، هنتعلم فيه تحديد مقاساتنا، ازاي يكون عندنا جدول في مقاساتنا بالتفصيل نقدر نعتمد عليه في اي قطعه، ازاي نطلع البلوفر اوفر سايز، وشويه تفاصيل عن الريبنج والرقبه وهكذا. المرحله رقم 6 هتكون البلوفر ده، وده تطبيق على قراءه الباترن، سهل نسبيا الباترن، مفيهوش حاجه هتقف معانا، والباترن ده بالتحديد فيه تفاصيل حلوه، سهله لكن حلوه جدا، وبتوريكي قد ايه حاجات بسيطه ممكن تلعبي بيها في الخيط تديكي تفاصيل حلوه. المرحله السابعه هتكون للناس اللي بتعاني ان الجو عندها طول الوقت حر، وهتكون تطبيق على استخدام الخيط القطن والقطع الليس، وازاي ناخد من اي باترن جزء معين احنا عايزينه ونتحكم فيه بما يناسب اللي احنا عايزين ننفذه. والباترن الاخير او القطعه الاخيره واللي هتكون ثمار تعب الفتره دي كلها، واللي هتكون بتهيئك انك توصلي لمرحله تانية خالص او تاخدي ثقه بشكل مختلف، فهي البلوفر ده. وده هناخد وقتنا فيه وهنشرح تفصيله، وهيكون تطبيق على حاجات كتير جدا، اهمها ازاي بنطلع شابترز مختلفه من الغرزتين بس، علشان نقدر بعد كده ننفذ قطع زي انجلش سويتر وستورم سويتر واي قطعه تانية، ومن غير ما نحتاج اصلا نجيب الباترن. وهتكون تطبيق على الباترن المتقدم شويه، وازاي نفهم الباترن حتى لو كانت اللغه مش اقوى حاجه عندنا، ازاي اخد من الباترن اللي انا عايزاه وافهم المصممه طالبه ايه. ده تفصيل كده للقطع اللي معانا، هيتكلم عنها بتفصيل اكتر عشان نتكلم عن الخيوط وايه محتاجينه. اول حاجه خالص هتبقى حاجه تمهيدي، هيبقى لايف، هنتكلم فيه مع بعض، نتعرف على بعض، نرد شويه علاقتنا بالتركو والكرشي والابر والخيوط. هيبقى تعارف كده، ودي للجروب الاولاني والتاني، يعني عشان الدنيا تكون لذيذه ما بيننا. وطبعا اللي حابه تسمع بس براحتها، يعني موضوع على حسب راحه كل واحد. وهيكون في فيديو عن ملخص عن الخيوط والابر وانواع الخيوط وايه الفرق ما بين كل خيط والتاني، ان الموضوع مش بيتوقف بس على مقاس الخيط، ملمس الخيط، ليه خيط بيطلع لي قطعه الفايبر بتاعها مختلف عن التاني. هندردش شويه عن عالم الخيوط، ودي كده هتبقى في الاول. المرحله الاولى للثالثه دي للجروب الاولاني. بالنسبه للمرحله الاولى، فاول حاجه هيكون هنتعلم مع بعض الاول لايف، مسكه الابره،
ازاي بنتحكم في الابره والخيط، ازاي بنبدا الشغل بتاعنا، ازاي بنعمل غرزه اماميه، بنقفل الشغل ازاي. تفاصيل عمل اول حاجه خالص، من اول ما بنمسك الخيط والابره، نحط الغرز على الابره ازاي، نطلع سطر سطر ازاي، ونشتغل ازاي الغرزه الاماميه اللي 80% من شغل التركو بيعتمد عليها، وازاي نقفل الشغل. فده هنشرحه الاول مع بعض في لايف، وهيكون موجود في فيديو. تاني فيديو في المرحله الاولى هيكون تطبيق كوفيه على الغرزه الاماميه اللي احنا اتعلمناها، وازاي نظبط عرضها وطولها زي ما احنا عايزين. فكرت كتير وانا بختار اول قطعه دي، لانها هتكون اهم قطعه، القطعه اللي هتقرري انه ما الغرزه ماشيه. الكوفيه دي انا نزلت طريقتها قبل كده، وعلى قد ما الكوفيه دي سهله، على قد ما انا مش شخص بيحب الكوفيات قوي، ومع ذلك بحب البسها جدا. فاخترت ان دي تكون الكوفيه لكذا سبب. اول حاجه، احنا مش محتاجين فيها نعرف حاجه غير ازاي نبدا الشغل وازاي نعمل غرزه اماميه. تاني حاجه، طويله، واول قطعه لازم يكون تطبيق كفايه يخلينا نتحكم في مسكه الابره، ازاي نظبط الخيط والابره في ايدنا، ازاي ما نخافش منهم، ازاي لما غرزه تقع مني اتدارك الامر، ازاي الحق الغرز اللي بتسقط، ازاي اصلح غلط معين حصل. لما القطعه الاولانيه بتكون سهله كفايه، ده بيدينا فرصه ان احنا ننقذ كل حاجه ونتعلم في قطع سهله. مش عايزه حد يتعلم اول مره في حاجه صعبه، ومفيش اسهل من الكوفيه دي، ومع ذلك شكلها حلو جدا. فعشان كده اخترت بصراحه ان هي تكون اول قطعه. في القطعه دي هنحتاج 3 بكرات هيمالايا افريداي او اي خيط عندك. هي مناسبه للخيوط الاكريليك بحيث تكون ناعمه، لان هي بتلف حوالين الرقبه، وفي نفس الوقت هي مش محتاجه خيوط صوف. اي خيط اكريليك عندك يكون وزنه في حدود 250 متر في 100 جرام، او اي خيط عامه هيكون مناسب ليها يعني. المهم ما يكونش خيط رفيع قوي، وفي ناس بتعملها بخيط سميك جدا وبتبقى حلوه قوي. فهي اي خيط عندك حابه تجربي فيه هيكون مناسب جدا ليها. ولو هتشتريها مخصوص فهيمالايا افريداي، او اي خيط في سمك قريب منه اللي هو السمك المتوسط هيكون مناسب، ونشتري 3 بكرات. بالنسبه للابر، فالابر اللي هتحتاجوا توفروها لكل مراحل، عايزاكم تجيبوا من ابر مقاس 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5. حاولوا توفروا ال6 مقاسات دول عندكم، مش هنطلع بره عنهم. فدي المقاسات اللي هنحتاجها باذن الله. كده نكون خلصنا المرحله الاولى وايدينا اخدت على الغرزه. المرحله الثانيه اول فيديو فيها هيكون طريقه عمل الغرزه الخلفيه، ودي كمان هنتعلمها مع بعض في لايف او على زوم. وطريقه عمل التزايد وطريقه عمل التناقص، كل واحد فيهم هيكون ليه فيديو لوحده وهنشرحه مع بعض على زوم. والتطبيق هيكون توتوريال لطريقه عمل الشال، هنطبق فيه الغرزه الاماميه والغرزه الخلفيه، التزايد والتناقص، عشان يكون تطبيق على الحاجات اللي اتعلمناها. ده شكل الشال، وعلى قد ما هو سهل جدا بس انا عجبني شكله، وهو من القطع اللي تنفع تكون الطقم يتحدد عليها، لانه بيكون مغطي معظم الجسم، فانتي بتحددي الطقم بتاعك على اساس شكل الشال. فهو من القطع اللي انا حبيتها جدا. حاولت على قد ما اقدر اني اختار شال مش بس يكون سهل، لكن كمان يكون شكله حلو. اتبسطت جدا بالنتيجه. فده اللي هننفذه في المرحله الثانيه. اللي هنحتاجه في الشال، فهنحتاج 200 جرام اليز انجورا جولد او اي خيط، لان ده شال مش هيفرق فيه الخيط رفيع الخيط تخين، معظم الخيوط هتكون مناسبه فيه. المهم يكون عندك كميه خيط هنقسمها على 2. هنعمل اول نص من المثلث، لما نص الخيط الاولاني يخلص هنقفل المثلث. فدي الفكره، ان احنا ايا كان نوع الخيط اللي عندنا ايا كان حجمه هنقسمه على 2 ونعمل الشال.
لكن لو هتستخدموا الخيط اللي انا استخدمته فالليز انجورة على فتلتين، فهنحتاج بكرتين. في المرحلة الثالثة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ريبنج، وازاي نشتغل بشكل دائري سواء في غرز عادية او في ريبنج، لان الشغل الدائري هو اهم حاجة لازم نتعلمها. طبعا كل الابر اللي هنستخدمها هي ابر معدنية دائرية، هحط لكم صورتها. نوعها المهم ان يكون معدن ودائرية. كتطبيق على الشغل الدائري هنعمل مع بعض ايس كاب دائري وفيه ريبنج، يكون تطبيق على الريبنج والتناقص والشغل الدائري، ونكون عرفنا نتحكم اكتر في الابرة وهي عبارة عن حلقة او دائرة. المرحلة الرابعة سواء اللي هيوصل لها من المرحلة الاولى او اللي بدأ منها، اول حاجة هيكون فيديو عن العينة. ايه اهمية العينة؟ ليه بنعمل عينة؟ مقاسات الاطفال ازاي بنظبطها؟ إيه العينة بتقول لنا ايه؟ وقد ايه هي بتفرق في الشغل؟ والتطبيق هيكون عبارة عن بلوفر اطفال رجلين. البلوفر ده هيتعلم الشغل الدائري، هيتعلم الجيرمان شورت روز، ازاي نخلي الظهر اعلى من الامام عشان ده الشكل الطبيعي للرقبة. هنتعلم مع بعض التيوبولار بايند اوف، ازاي نخلي الشغل في الاخر متقفل صح، مش التقفيل التقليدي اللي بيخلي شكل الغرز مش مظبوط قوي. ازاي اضبط مقاسات الاطفال. وانا بحب القطعه دي لان هي بتكون على قد ما هي بسيطه بس بتدينا قواعد ثابته نمشي عليها في حاجات كتير. فدي من القطع اللي اهتميت قوي ان يكون اول قطعه، لان الجيرمان شورت روز بنحتاجها في حاجات كتير جدا، الرجلين بنحتاجه كتير جدا، التوبولار بايند اوف بنحتاجه في كل قطعه، عشان كده كان لازم دي تكون اول قطعه. في القطعه دي هنحتاج خيط. انا مش عايزاكم تطبقوا بالخيط اللي انا طبقت بيه عشان خشن شويه على الاطفال، فاحنا هنستخدم الليز انجورة على فتلتين. هنحتاج 3 بقرات. ممكن بدل الليز انجورة نستخدم الليز لانا جولد، مش فاين، الليز لانا جولد العادي السميك هيكون حلو قوي برضو. ممكن نستخدم الليز سوبر لانا كلاسيك رفيع شويه بس يبقى حلو قوي لو فوقه جاكيت. فمعظم الخيوط هتكون مناسبه للقطعه دي، واللي عندها اي خيط ممكن توريهوني ولو تمام نشوفه. وده هيكون فرصه ان احنا نتعلم قد ايه العينه بتفرق في ان احنا نعرف هل الخيط ده بديل كويس او لا. في المجمل هنحتاج 300 جرام ايا كان نوع الخيط اللي هنستخدمه، ففي المجمل هنحتاج 300 جرام. في المرحله الخامسه هنتعلم مع بعض اول حاجه المقاسات، عالم المقاسات. ازاي احدد مقاساتي كامله، ازاي احدد القطعه اللي انا عايزاها تطلع شكلها ايه فبناء عليه هزود قد ايه على مقاسي. ازاي العينه هتفرق معايا في شكل القطعه اللي انا هطلعها. لو انا عايزه القطعه اوفر سايز فانا المفروض ازود قد ايه على مقاسي عشان تطلع بالشكل ده. وهنعمل فيديو عن تحديد مقاسي في القطعه دي بالتحديد، وازاي حددت مقاساتي فيها عشان كل واحد يحدد مقاساته، نتناقش فيها واتاكد ان المقاس ده هيكون مناسب ليكي، ونقرر او نعتمد المقاسات اللي كل واحد فينا هينفذها عشان نكون عاملين قطعة متأكدين ان شاء الله ان هي هتطلع مناسبة لينا. وهنعمل عينة للخيط اللي هنستخدمه في القطعة دي عشان كل واحد يكون متأكد ان نوع الخيط اللي هيستخدمه هيطلع قطعة شكلها حلو. وازاي لو انتي هتستخدمي خيط مختلف تقدري تطلعي نفس القطعة بمقاس مظبوط. تطبيق على الجزء ده هننفذ مع بعض everyday sweater. البلوفر ده من اكتر البلوفرات اللي انا عملتها وبحبها جدا، متحمسه جدا اني اختار لون القطعه اللي هنفذها معاكم، ومبسوطه اني هعمل جروبين عشان انفذها مرتين. عشان يا جماعه انا لما قررت اسميه everyday sweater هو حرفيا قطعه تقدري تلبسيها كل يوم في الشتاء، سهل في اللبس، سهل في التنسيق، شيك الى اقصى درجه، واسع، طويل، يعني حاجات نادره لما تبقى موجوده مع بعض وتطلع قطعه حلوه. فالقطعه دي من اكتر القطع اللي انا بجد بحبها جدا، ومن اكتر القطع اللي انا ببقى عارفه ان كل واحد هينفذها هتطلع معاها حلوه.
فمتحمسة قوي اشوف نتيجة كل واحدة هيعملها ازاي. في القطعة دي انا استخدمت اليز انجورا على فتلتين. هنحتاج 6 بقرات علشان نبقى ضامنين ان هم هيكفوا ما يحصلش معانا حاجة. لو عايزين تستخدموا خيط تاني، ليز سوبر لانا كلاسيك مع فتلة سلك مهير هيكون حلو جدا. ليز لانا جولد فاين مع فتلة سلك مهير هيكون حلو جدا. اليز الباكا هيكون حلو جدا. اي حد عنده خيط صوف او خيوط الستوكات اللي بيبقى فيها نسبة صوف عالية هيكون حلو قوي. كتير جدا من الخيوط هيكون تحفة في القطعة دي. عايزة اقول لكم انا متوقعة ان اليز كوتون جولد كمان ممكن يبقى حلو هنا قوي. هيكون طري، هيكون برضو نتيجته مختلفة. فمعظم الخيوط اللي هنستخدمها هتكون حلوة في القطعة دي. هنعمل مع بعض عينة عشان ايا كان نوع الخيط اللي هنستخدمه يطلع قطعة حلوة. فدي من القطع اللي انا متحمسة لها. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل رقبة بالشكل ده، ازاي نعمل بلوفر اوفر سايز ودروب شولدر عشان الكتف بتاعه يكون ساقط، وازاي يكون اوفر سايز من غير ما يكون مش مقاسك. هو القطعة باين ان هي اوفر سايز. القطعة دي من القطع اللي انا هكون سعيدة قوي وانا بشتغل عليها. ودي من القطع اللي اوعدكم اللي هتلاقوا نفسكم بتنفذوها كذا مرة بكذا لون، علشان على قد ما هي سهلة على قد ما هي فعلا هتحتاجي كذا لون منها عندك. المرحلة رقم 6 هنتكلم فيها عن عالم قراءة الباترن. ازاي اقدر افهم الباترن ده عايز ايه حتى لو مش معايا لغة قوية. ازاي افهم لغات المصممة، ازاي اعرف انا مطلوب مني اعمل ايه، ازاي اختار مقاسي. هنرغي ونتكلم عن العالم ده كله. فدي من الحاجات اللي مهمة لينا كلنا. ازاي زي ما احنا في البروفر اللي قبله هنظبط مقاساتنا لوحدنا وهنحدد لوحدنا عدد الغرز اللي هنعمله، احنا زي كمان نمشي على باترن ويطلع مظبوط معانا. والتطبيق هيكون على الباترن ده من القطع اللي انا كان نفسي اعملها من زمان. سهل، تفاصيله كتير ومختلفة، وفي تفاصيل على قد بساطته مخليه شكله حلو، وفي نفس الوقت هو مش الباترن السهل الممتنع بنسبة 100%. في تفاصيل هتقابليها في كل باترن فيبقى مهم تفهميها في ده. هنعيد مع بعض الجيرمان شورت روز، ازاي نعمل 2 باي 2 ريبنج ونعمل بايند اوف لل 2 باي 2 ريبنج. دي حاجة ناس بتاخد وقت كتير قوي على ما تدركها. فهنتعلم مع بعض تفاصيل جديدة فيه، أهمها على الإطلاق إن هو يكون أول باترن ننفذه ونفهمه ونغرق كده شوية في الباترن بتاعه لحد ما نطلع منه بكل حاجة إحنا عايزينها. أنا استخدمت فيه إليز أنجورا جولد على فتلتين. هنحتاج برضو احتياطي يكون عندنا من 5 ل6 بقرات. أنا قعدت كتير بقرر أو بختار إيه يكون أول باترن، وحسيت إن ده مناسب قوي لانه على قد ما هو سهل على قد ما هو واضح وتفاصيله حلوة وواضحة ومكتوبة صح. فده اول باترن هنقراه. القطعة رقم 7، اول حاجة هنقعد نتكلم شوية عن الليس وعالم الليس والقطع اللي بنشتغلها بيه وقد ايه بيطلع منه قطع مميزة وحلوة قوي. وهنطبق على بلوزة صيفي علشان عارفة ان كتير منكم من الخليج الجو حر، وربنا يكون في عونكم عشان احنا مش مستحملين شهرين. فربنا يكون في عونكم بجد على الجو الرهيب ده. ففي الاول قبل ما انفذ القطعة كنت بقول لا، اكيد مهما كان هتكون تقيلة، مش هقدر، اكيد هتبقى تقيلة ولبسها صعب. الحقيقة ان انا عجباني النتيجة فوق ما كنت اتخيل بمراحل. قبل ما هننفذ الباترن ده هيكون في فيديو ازاي نعمل شكل الليس اللي في الباترن ده الاول لوحده عشان نكون فاهمينه بشكل كامل. لما نيجي نطبقه على البلوزة يكون الموضوع واضح كفاية. وبعد كده هنطبق البلوزة هي دي. عايزة اقول لكم يا جماعة طرية قوي. انا ما تصورتش ان تعجبني للدرجة دي.
ما كنتش بحس قوي نفسي في الخيوط القطن، بس انا رأيي اتغير طبعا. قد ايه طلع قطعة طرية خفيفة. انا استخدمت هنا خيط اليز بيلا، كانت عندي من زمان البقرتين دول وعملت بيهم. حاولت على قد ما اقدر ادور عليه تاني ما لقيتش، بس انا هعمل المستحيل عشان الاقي منه تاني علشان عاجبني قوي. هطبق ان شاء الله. ممكن القطعة التانية مش عارفة اليز كوتون جولد، او لو لقيت اليز جينز مش عارفة. بس اتمنى ان انا الاقي اليز بيلا تاني. هو 100% قطن، الخيط طري قوي. يعني عايزه اقول لكم مش هتحسوا ان انتوا لابسين حاجه. يعني حاجه زي دي انا هلبسها على شميز، هي اكيد اخف من اللي انا لابساه ده، ودي حاجه صيفي. شكل الشغل فيها طالع واضح، الليس شكل الغرز بتاعته واضحه. دي من القطع اللي تنفيذها هيحسسني ان فعلا على قد ما الموضوع مش صعب نهائي، بس هتبقى نتيجته مبهره، وهتحسي انت مطلعه قطعه فيها الشغل ده ومظبوطه عليكي. هتحسي انت فخوره قوي بجد. فدي من القطع اللي انا قعدت كتير بختارها. في الاول كنت محتاره، قلت احط قطع اطفال كمان، بس لما شفت دي وشفت الباترن بتاعها، احنا هنتعلم في القطعه دي ازاي ناخد من باترن معين الجزء اللي احنا عايزينه، ونظبط قطعه تطلع بالشكل اللي احنا عايزينه، نبداها بالطريقه اللي احنا عايزينها. فدي من القطع يا جماعه اللي بجد حلوه قوي قوي. انا بجد كنت بادئه اعملها وانا مش على هذا القدر من الحماس، بس كل ما بشوف نتيجتها وقد ايه الخيط طري وقد ايه شيك قوي في اللبس، بحس انه انا ازاي كنت بعيدة عن عالم البلوزات ده. فلو ما كنتش بجهز للكورس كنت هعمل كذا واحدة تانيين، بس باننا دلوقتي شغالين على الكورس فاحنا ملتزمين. هنجيب خيط للقطعة دي. لو حد عنده اليز بيلا يجيب 3 بكرات، لو مفيش نجيب اليز كوتون جولد 3 بكرات. اي خيط قطن هيكون حلو قوي. وارشح لكم خيط يكون عدد امتاره 300 320 حاجه في الاطار ده، هتكون طريه وحلوه جدا. ف خيط قطن فوق ال 300 متر، 300 فما فوق، هيكون مناسب قوي. ودي من القطع اللي بجد انا هبقى فخوره جدا ان كل حد فيكم ينفذها ونطلعها، واكون فرحانه قوي بجد بالنتائج اللي هتطلع منها. المرحله الثامنه وهي الماستر بيس بتاعتنا او ملخص الرحله دي كلها، هيكون الاول فيه شويه كلام عن عالم الشابترز او البلوفرات اللي بتكون عباره عن شابترز مختلفه، زي ستورم سويتر او انجرد سويتر. الفكره فيها كلها ان هما غرزتين اماميه وخلفيه بنغير في ترتيبهم بدون غرز لا نهائيه واشكال لا نهائيه. فهنتكلم شويه عن الحاجات دي. والفيديو اللي بعده هيكون العينه بتاعه البلوفر ده، وهنطبق مع بعض الاول الشابتر نفسه او الرسمه نفسها في عينه تخلينا نفهمها اكتر، تبقى واضحه بالنسبه لنا عشان لما نيجي ننفذها في البلوفر يكون الموضوع واضح. هنتكلم عن الخيوط البديله، هيكون وقتها عندنا خبره كافيه في الخيوط. فدي هتكون البدايه. بعد كده هنبدا نشرح القطع مع بعض، سواء في زوم سواء في فيديو توتوريال. هناخد كل جزء في القطعة دي بالتحديد تفصيلة تفصيلة، هنقرأ الباترن بالراحة وواحدة واحدة عشان نوصل في الآخر إن احنا نطبق القطعة دي. هي دي القطعة، وعايزة أقول لكم حكاية في اللبس رهيبة. فأنا متحمسة قوي ليها، متحمسة إن أنا أشوفكم طالعين قادرين تعملوها. فكل تفصيلة فيها حلوة، شيك يا جماعة جدا جدا، مختلفة. أنا كمان عاجبني اللون ده فيها قوي. فدي من القطع اللي اعتقد اني لو طلعت منفذينها فانا هبقى حاسه اني خلاص انا يعني وصلتكم لبر الامان وتقدروا تنطلقوا. فدي من القطع اللي هندقق مع بعض في كل تفصيله فيها باذن الله. باذن الله مش هسيبكم في غرزه واحده فيها عشان نقدر نطلع مع بعض هذه اللوحه اللي بجد ماستر بيس. قطعه من اشيك واحلى القطع اللي انا عملتها.
ف دي من القطع اللي بجد ما تقلقوش منها، مش عايزه حد يخاف. انا اصلا شخص ممل في التفاصيل قوي، يعني هزهقكم. فكل تفصيله هنبقى بنتكلم فيها واحده واحده لحد ما نوصل لان احنا قادرين نطلع القطعه دي. انا استخدمت فيها 5 بكرات اليز سوبر لانا كلاسيك مع فتله سلك مهير. نقدر ننفذها باي خيط مع فتله سلك مهير، سوبر لانا كلاسيك، لانا جولد فاين. ممكن ننفذها بفتلتين انجوره، اليز انجوره جولد. ممكن اليز كوتون جولد مع سلك مهير. معظم الخيوط هتكون مناسبه جدا. لو حد عنده خيط صوف فتله متوسطه، فمعظم الخيوط هتكون مناسبه للقطعه دي جدا. ومش هقدر اكلمكم عن كم التفاصيل اللي هنتعلموا في القطعه دي عشان كده هطول عليكم قوي، بس هي قطعه فعلا كلها تفاصيل. كل اللي انا عايزاه من الكورس ده ان اللي يطلع منه يطلع قادر يكمل الطريق لوحده، قادر يعتمد على نفسه. مفيش حد هيعرف تركه 100%. انا لحد دلوقتي بدور وبسأل وبتعلم، وكلنا هنفضل كده. الفكرة انك توصلي لمرحلة انت عارفة انت عايزة تسألي على ايه، او انت عارفة انت واقف معاكي ايه، او انت عارفة تدوري فين. الرؤية واضحة، انت مش تايهة. دي الفكرة بكل اختصار، انك توصلي انك مش تايهة. مجرد ما بتعرفي ايه اللي انت محتاجاه بتدوري عليه بتلاقيه بتنفذيه. فدي الحاجة اللي وصلنا لها. هحس ان انا عملت اهم حاجة. اتمنى تكون التفاصيل كانت واضحة. قولوا لي رأيكم برضو في تظبيط الكورس تمام ولا لأ، حد عنده اقتراحات. فادعوا لي. انا لو قلت ان انا مش قلقانة ابقى بضحك عليكم. للأسف انا، او مش للأسف، بس بحب لما اعمل حاجة تكون مظبوطة. فده بيوترني شوية من اني اقصر او اني ما اكونش على قدر المتوقع. يعني حاجات اعتقد موجودة عند معظمنا، بس بقول لنفسي ان ان شاء الله لما نبدأ والدنيا تمشي القلق ده هيختفي. فادعوا لي بجد ان الدنيا تمشي تمام معايا. فاتمنى يكون الفيديو كان لطيف. قولوا لي اقتراحاتكم ودعواتكم.